خبر مثير. الهلال على وشك تغيير مجريات كرة القدم. تحيات حرة لجميع مشجعي الهلال المتحمسين. إذا كنتم حقا من أتباع مخلصين للموجة الزرقاء، فأنتم بالفعل تعرفون ما يجب فعله. اتركوا لأيك الآن لتظهروا دعمكم بكل فخر، لأن ما لدينا لنقدمه ببساطة مثير للغاية، وسيهز أركان كرة القدم بطريقة لم تتخيلوها أبدا. حان وقت أن نغوص في آخر وأكثر الأخبار سخونة مباشرة من قلب الهلال. ولكن قبل أن نتعمق في هذه الأخبار المثيرة، أحتاج أن أطلب شيئا هاما. اشتركوا في قناتنا وفعلوا الإشعارات لكي لا تفوتوا أي تحديث مدون. بالتأكيد لن ترغبوا في تفويت أي تفاصيل مثيرة قادرة على تغيير كل شيء. صدقونا أصدقائي، نحن نقترب من نهاية صيف مثيرة ومصير لاعب مذهل يتدلى في الهواء. نعم، أنا أتحدث عن جوي فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد الذي يشغل تكهنات ومؤامرات عالم كرة القدم. استعدوا للإثارة، لأن هذا الخبر مذهل حتى سيهتز المدرجات. مصير جوي فيليكس يتخبط بين برشلونة والمملكة العربية السعودية، ولا أحد يعرف بالتأكيد كيف ستكون تلك القصة الملحمية. لكن ها هو ما يجب عليكم معرفته: نادي الهلال السعودي، نعم، ذلك النادي الذي يخبئ دائما مفاجآت في جعبته، أبدى بالفعل اهتماما قويا بجلب فيليكس لفريقه. كانت التوقعات عالية، ولكن الصفقة لم تتم بعد، وأبهرتنا الموجة الزرقاء بتعاقدها مع لاعب ليس أقل من الظاهرة نيمار، القادم مباشرة من باريس سان جيرمان. من يمكن أن يتوقع ذلك؟ وبعد ذلك، عندما ظننتم أن السيناريو لا يمكن أن يصبح أكثر إثارة، إذا بالصحفي البارز جيرارد روميرو يلقي قنبلة. أعطى مدرب برشلونة شافي هيرنانديز الضوء الأخضر لفريقه لملاحقة حلم الحصول على جوي فيليكس، استجابة لرغبة اللاعب المتحمسة في ارتداء قميص الفريق الكتالوني. لذا لا تضيعوا المزيد من الوقت، اشتركوا الآن وفعلوا الإشعارات لعدم تفويت أي تحديث. والآن اللحظة هي لكم. ما هو رأيكم في هذه اللفتة المثيرة؟ شاركونا آرائكم في التعليقات. هل ترغبون في جوي فيليكس في الهلال؟ شاركوا معنا لأننا متشوقون لمعرفة ما تفكرون فيه. إلى التحديث القادم جماهيرنا المخلصة. لا تترددوا في التعبير عن حبكم للهلال. اتركوا لأيك، اشتركوا، وفعلوا الإشعارات. رحلتنا على وشك أن تبدأ، ولن ترغبوا في تفويت هذه القصة المذهلة.